بعدما كان الخروج من نتيجة طيبة أقلها، بل لعل التعادل كان أكثر أو أكبر طموحات اللبنانية، خرج بهذه الخسارة القاسية بسبب خطأ في إدارة الفريق في الملعب، بل لنقل في التشكيلة التي اعتمدت أساسا وفي طريقة اللعب. المنتخب اللبناني إذا سيشهد 5 تغييرات هامة. أحمد الصقر لا يزال حارسا للمرمى، فيصل عنتر الرقم 17 سيكون ظهيرا أيسر كما كان في المباراة السابقة، جدير سيكون متوسط الدفاع أيضا ويحمل الرقم 4 أيضا. اللاعب المغترب والذي يلعب في سيدني بأستراليا يحمل الرقم 19 لا يزال أيضا في الوسط، ومع الثلاثة سيلعب موسى حجيج لاعب نادي النجمة إذا مع النشيد الوطني للمنتخب العراقي. أمام الفريقين لكي يعطون أفضل ما عندهم، فليس طبعا أمامهم سوى هالاختيار. المنتخب العراقي ليؤكد أو ليقتنص الفرصة بعد تعادل المنتخب الإيراني حتى يقدر يتمكن من تسيد هذه المجموعة. والمنتخب اللبناني طبعا لم نقول ما عنده بديل عن الفوز، وإنما الأفضل له الفوز بها المباراة. ليش عم نقول انه ما عنده بديل عن الفوز او الافضل له؟ باعتبار انه النتائج في المجموعتين الباقيتين اعطت بعض الامل او الكثير من الامل للمنتخب اللبناني بالمركز الثالث، في حين قدر انه ان شاء الله يسجل طبعا نتيجة جيدة فيها المباراة. وما ننسى ابدا ان نحن نتمنى التوفيق للفريقين بالتأكيد، وان شاء الله رح نكون على